مشاهدي الأفاضل أينما كنتم، يسعد مساكم. دائما أنتم محل ترحيب في خيمة CNBC عربية. وحلقة اليوم خفيفة جدا كمان. ويمكن اليوم يعني أنا حتصار لي فيها مواهب أخرى، فحاول أشارككم فيها. وأنا بدعو المشاهدين إنه هذه الكوتشينة بأرقامها كلها، أنا عايزكم تحفظوا هذا الرقم، وأنا هحكي لكم قصته يمكن في نهاية الحلقة أو كده، لكن مهمة جدا المسألة دي عشان تشوفوا كيف مواهبنا في CNBC عربية نحن كبيرة جدا، مش بس اقتصاديين. نعم. يعني في حاجات مهمة جدا. على كل حلقة الليلة هي خفة اليد والمهارة والألعاب، ألعاب الخفة وقراءة الطالع برضو ممكن تدخل في الموضوع. هذه المسألة حنناقشها ما بين حقيقتها وما بين البعض اللي بيقول إنها سحر، وتختلف الحقيقة الرؤى والجدل كثيف وكثير في هذه المسألة. وألعاب الخفة دائما توحي بأن شيء مستحيل حدث، وإن كان هذا التغيير مصدر يمكن المهارة وخفة اليد لمن يقوم بذلك. ونحن نشاهد يعني أنواع شائعة من خفة اليد في إظهار أشياء من العدم، إخراج أرانب من قبعة فارغة كما كنا نشاهد على الدوام، إخراج قطع نقدية من جيب فارغ وغيرها. لكن هذه المسائل تطورت يعني بشكل كبير جدا، وأصبح الساحر هو بسموه ساحر، احنا ما بنسميه ساحر، بنسميه رجل يتمتع بخفة اليد والمهارة والموهبة. لكن البعض يقول الساحر يخفي نفسه أحيانا، يخفي شخص آخر، يخفي مبنى كبير، حتى لو كان برج خليفة مثلا، كما تم إخفاء تمثال الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية. دي أجواء الحلقة عشان تكونوا معنا في الصورة. أنا برحب بكم، وزميلتي ميسر قلة ترحب بضيوفنا في الخيمة هذا المساء. مساك يا ميسر. مساء الخير طيب، ومساء الخير لمشاهدينا. طبعا في هذه الحلقة كما ذكر الطيب حلقة خفيفة سنحاول فيها طبعا مشاهدينا معرفة الفرق ما بين خفة اليد وما بين السحر كما يطلق عليه البعض، وما بين الشعوذة. هناك نوع من الخلط ربما ما بين الأمرين. لكن دعونا نرحب ضيوفنا في هذه الحلقة السيد معين البستكي، وهو أيضا المعروف بخفة يده والذي قام بعدة مهارات في هذا المجال. أهلا وسهلا فيك أستاذ معين. يسعدني ويشرفني أنكم متواجد معكم اليوم في برنامجكم جدا مبهر وله متابعة جدا كبيرة، وأنا كنت من متابعينها، ويشرفني أن أكون متواجد لأول مرة مع CNBC ومع الأخ طيب ومعك أستاذة. وإن شاء الله احنا نسوي لكم أشياء تكون جدا جميلة وحلوة وتنبسط معنا فيها. شكرا جزيلا لك وأهلا وسهلا فيك. أيضا نرحب بضيفنا السيد ماريو عون، المحلل والأخصائي النفسي، اللي راح يشرح لنا قد ايه ايضا العامل النفسي مهم في هذا المجال، قد ايه الادراك البصري وايضا هناك الخدعه البصريه قد ايش راح يكون لها تاثير، والعامل النفسي طبعا في استيعاب هذه الخدعه. نرحب بكما وكل عام وانتم بالف خير. شكرا لي كمان. اذا هذه هي اجواء الحلقه. معين حنشوف الحقيقه عبر لقطه عشان نمهد للمشاهدين من هو هذا الرجل. يمكن كثير منهم بيعرفوه وشافوه عبر كثير من الشاشات. نخليكم مع معين في اللقطة الأولى، في الحركة الأولى، في خفة اليد الأولى، ومن ثم نشوف أجواء الخيمة.
طبعا تابعنا بعد يعني خفة اليد اللي قمت بها معين. خليني أبدأ بالسؤال، هل هي مهارة؟ هل هي سحر؟ هل هي خفة يد؟ هل هي طاقة؟ كيف يمكن أن نصفها؟ الشيء اللي أبغى أكده للمشاهدين واللي يشوفونه وللجمهور بشكل عام، أن لا معين البستكي ولا غيره من العالميين يتعاملوا بالسحر. احنا كنا نتعامل بألعاب خفة، خدع بصرية، تقنيات، أساليب موجودة لإحداث المستحيل. المستحيل هذا احنا في بروسس له لنوصل له، وهالبروسس يبغى له شغل، في تدريج، في شغل، في تقنية موجودة تؤدي لك الواجب لأنك تجيب لك المستحيل، وهدفها التسلية، لا في ارتباط بجن ولا شياطين ولا قرين ولا مما يحكى. احنا كلها هي ألعاب خفة، كلها هي خدع بصرية لتسلية وإبهار المشاهد بالأشياء اللي نسويها. نعم، جيد. معين، أنا برحب بك من جديد. يا مرحبا بك أخوي. طيب، وربنا يعينك معنا الليلة في هذه الحلقة. الله يخليك يا معين. هنلقى فيك فرصة الحقيقة. ومعنا أيضا مراقب يحضر هذا اللقاء، مراقب نفسي واجتماعي، عشان نتحدث معه في كثير من هذه التفاصيل. لكن أنا عاوز أشوف تجربتك أنت الشخصية، من خلالها أستشف هؤلاء الذين يتمتعوا بمهارة اليد والخفة والموهبة، هل عندهم استعداد فطري جيني ومما هم صغار، ولا من خلال قصتك أنت إيش علاقتك مع خفة اليد وألعاب الخفة وهذه المهارات؟ بنعطيك نبذة عن حياتي شلون بديت فيها. صحيح. وبعدين ممكن أحكي لكم إن الواحد شو يبغى له من المهارات. جيد. أنا بديت في قصتي مع ألعاب الخفة، في ناس على بالهم إني أنا بالدرجة عندي توارثت من أجداد وآباء وإلى آخره. أنا على أيام أيام قبل الاتحاد، احنا أجدادنا وآبائنا كانوا يسافرون للهند للتجارة، وحتى كانت العملة هي العملة الروبية في الخليج. فجدي على وقتها كان مسافر الهند، شاف جماعة في الهند يمارسون ألعاب الخفة، فبعد ما انتهى العرض اللي عندهم وانبهر، راح لي الليدر للجروب قال له بتعلم، قال بعلمك مقابل مبلغ نقدي. فتعلم ألعاب الخفة وإجا لي دبي، منها حاول أن يعلمها أبويا وعمامي، ما حبوا يتعلموا. صادني أنا الصغير ب6 سنوات، قال تعال بي لا براويك حركة. راواني حركة سحرية جدا جميلة بعملة نحاسية، انبهرت فيها، حبيت أتعمق، علمني كل اللي يعرفه. وعلى ذاك الوقت أبوي كان يجيب أشرطة من أمريكا، أحسس أنه كان عنده محل فيديو كان يسجل ويبيع أفلام إنجليزية وإلى آخره، منها كانت تجي لنا أشرطة ديفيد كوبرفيلد. فكنت أطالع وأنبهر على ذاك الوقت، فتعمقت، درست. جدي علمني، كنت أروح المدرسة أعرف لي كم من حركة خفة، أكلم الشباب أقول له مين يعرف لي حركة، أعلمه حركة ويتعلم مني. وأنا دائما أنصح الآباء والأمهات أن يعلموا الصغارية الموهبة تبع الطفل. هي ليش الصغارية يحبون، والياهل الصغير هذا أكيد الأستاذ أدرى منه في علم النفس، ولكن الياهل الصغير خجول بشكل عام، بيخاف يتعامل مع الكبير ويخاف مع أصدقائه في المدرسة. فأحييهم أخبرهم أنه يعلمون الصغارية ألعاب الخفة، لأن أنت كذي تخلي الياهل شوية مميز مختلف، يعمل له حركتين في المدرسة، الصغارية الثانيين يحبون أنه يكونوا أصدقائه لأنه هو مميز مختلف. فدائما أخبرهم علموا الصغارية ألعاب الخفة على أساس أنها تفتح باب الخجل هذا عندهم. حتى أنا أخبر الأزواج يتعلموا ألعاب الخفة. ليش؟ تكسر الروتين، روتين الحياة ممل ودائما نفس الشيء، فيوم يعمل له حركتين قدام زوجته ويا الاهل يمكن هون يمكن وحده بتخاف ترتبط بواحد عندها الالعاب معينه. في العاب مخيفه وفي العاب مبهره، في العاب حلوه وجميله، فانت اعتمد على نوع الالعاب اللي بتسويها، واحنا بنسوي لكم كم من حركه ان شاء الله. نعم، يعني مساله الازواج دي اذا كان زيج من زوجته ممكن يخفيها. والله يتطرقوا لي المسائل اللي تجيني، في ناس يكلموني الله يذكرها بالخير، اخت جتني على الفيسبوك قالت ممكن تخلي زوجي خاتم في صباعي. قلت لها اختي انت تدافع عن الشخص الغلط، انا ما اعمل السوالف هاي. ممكن تخليه يركض وراي وانا قلت لها انا اختي ما عندي في السوالف هاي. قالت ممكن تعطيه الشلل اساس انه ما يتحرك. قلت انت تبين الشر في الريال، ليش نجمعه؟ فهي الناس يجوني بطلبات مختلفه وعجيبه، حكم اللي الاشياء اللي يشوفونها اللي نسويها احنا على الشاشات هي شويه مبهره وخارج نطاق العقل اللي ممكن يتقبلها انها تكون بس لعبه خفه او العاب. معين، انت حكيت لنا شوي يمكن عن حياتك، لكن خليني اشوف التحديات. يعني المجتمع الاماراتي مجتمع محافظ نوعا ما، الدخول لهذا العلم ايضا يعني اكيد واجهتك فيها تحديات، تقبل العائله ايضا يمكن لانك تستكمل العمل فيها.
حدثنا أكثر عن المواجهات أو الصعوبات اللي قابلتك. هي قبل ما أدخل لك على الموضوع، أن الأستاذ طيب كان طالب مني أن أقول هل إنه ممكن لناس معينة يسووا ألعاب خفة أو الكل؟ نعم. أنا ذكرت هذا قبل وأذكره مرة ثانية. علم ألعاب الخفة والخدع البصرية ما هي محدودة لشخصية معينة. أنا من الأشياء اللي حاولت أسويها في ألعاب الخفة عندي إني ما أحاول إن ألبس مثل الأجانب عشان أسوي ألعاب خفة. نعم. أنت ممكن تكون من أي شكل، من أي دولة، بأي لبس، بأي طريقة، وتسوي ألعاب خفة. حتى أن يجوني ناس يكونوا والله يجيب لهم الشفاء، يكونوا من المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. يطلبوا يتعلموا وأعلمهم. هي أن ما هي محدود على قدرات معينة. أنت ممكن كونك من أي بلدة وأي نوع وأي شو كونك تتعلم ألعاب الخفة. حتى واحد كان ذاكر لي والله يجيب له الشفاء أنه ما يقدر يكتب، يستعمل إيده اليمين في ألعاب الخفة. فقلت له الموضوع ما مرتبط بإيد ولا بحالة، ممكن أعلمك ألعاب ما لها خص باستعمال يدك. نعم. فهذه كانت الإجابة على الأستاذ طيب. ولكن التحديات اللي واجهتها كانت جدا كبيرة. أنا كنت جدا متخاوف قبل ما أدخل على شاشة التلفاز وأكون على القنوات المحلية. كنت جدا خايف من ردة فعل المشاهدين، الأهل أو أهلي جدا متحافظ. أنا أختي جدا متحافظة وجدا ما تحب تتابع الأشياء اللي أسويها. فإحنا جايين في عيلة نوعا ما كل واحد على نهاية الخط، أن هي جدا محافظة وأنا لاعب خفة. أنا كشخص كنت جدا متخاوف من ردة فعل المجتمع الخليجي، المجتمع الإماراتي، أهلي، أصحابي، اللي هل حيتقبلوا الموضوع، هل حيرفض الموضوع. وكنت جدا متخوف من أهل الدين عندنا، إن أنا بكرة شو الهجوم اللي حيصير علي. حسب إنه ساحر على الأقل. حسب أساس إنه ساحر. وجدا من الناس وكثير منهم لو تدخلي على تويتر على الكلام اللي صار علي، إن والله يحفظهم يعني من الكلام جدا سيء، من الكلام ان انا اتعامل مع السحر والشيطان والقرين ومن الامور هذه، واللي كفر واللي سوى والله يسامحهم. ولكن هي كلها العاب خفه. نعم. يعني حنساعدك عبر هذه الحلقه اننا نوضح بقدر الامكان انه هذه المسائل كلها العاب خفه حتى تنجو من هذا الهجوم. قول يا معين. ففاصل قصير. حيخفيك يا طيب. معين حيخفيك. انا جاهز. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نرجع لاجواء الخيمه. اليوم اجواء الخيمه يعني خفيفه ولطيفه لكن برضو غامضه وفيها كثير من المفاجآت. اهلا بكم من جديد مشاهدينا. طبعا خلينا نستغل الوقت ونستغل ضيوفنا ونشوف استاذ معين رح يبدا لنا باول حركه خفه اليوم. يا معين احنا على ايام لو نرجع سنين قبل، يوم نقوم من النوم ما كانت عندنا موبايلات تحطها على التايمر يقومك من النوم. كانت في ساعات قديمه مثل شيء تحطها وتزعجك وتقوم من النوم. فعذاك الوقت وسنين قبلها وانا كنت صغير واحنا صغاريه كنا نلمح اشياء موجوده في البيت وهذا، وانت راقد تقول اوه شفت الوحش دخل علي. فانا الوحش اللي كان نوعا ما كنت اتخيلها كنت مسمينه عبده، ما اعرف ليش. كنت اقول عبده دخل علي وعبده دخل علي وكان يخوفني. كل واحد كان عنده هذا الهاجس انه شاف حدا بالبيت يعني البيت وقاعد يدخل عليك وانت راقد في الكبت ومن الامور هذه. فكان الخوف هذا موجود، او خاصه يوم كان يدق لي الجرس الصبح حسب اني اقوم حق المدرسه كان يجيني هالشعور وهالرعب. ابى اقول ان اليوم عبده معانا موجود. اوكي، وبنجرب شيء مع الاستاذه ميسه. اللي باجي تسوينها باش تقبضين الساعه هذه بايدك، هذه من الساعه القديمه تقبضيها وما تفكي انها تقبضيها حيل. اوكي تركزي معايا. اباش تاكدين هل ان احنا متفقين مع شيء؟ مو متفقين على شيء، صح ولا لا؟ لا متفقين على شيء ابدا. عبده لو تسمعني، عبده اباك حاليا لو موجود اتاكد لي وجودك معنا. اوكي ركزي معي. اوكي ابيك تساعديني وتفكريني بدولة زرتيها تبغي تزوريها مرة ثانية. في بالك بس، لا تخبريني حاليا، بالك بس. أنا ما بجاوب، بحاول لو إنه دولة زرتيها حابة تزوريها مرة ثانية. قطر؟ لا. دولة تركيا؟ بنحاول بعد محاولة. صاحبتك بأيام الطفولة. صاحبتك بأيام الطفولة. ركزي معايا.
صبا صبا مشكورة ما قصرت حتى سهل سبعة والبلد هي تركيا. استاذن انا. انت وين رايح؟ خليك قاعد معي. رايح وين؟ الالارم رنوا. مزبوط. صبا صديقة الطفولة. هي الممثلة المعروفة طبعا صبا مبارك، هي صديقة الطفولة. وسبعة رقمي، والتركية هي البلد اللي أنا بعشقها أكيد يعني. مزبوط. ماريو عون. بس شو؟ محتاجين ماريو شو؟ اتصال بالصديق. طيب شو احنا ما استخدمنا ولا شيء هون هلا، ولا ادوات ولا اي شيء. شو؟ هي مهارات معينة بس ممكن تندرس يعني، ممكن هذا ادراك، هذا قراءة عقل الباطن، خواطر، لا افكار. مش قراءة خواطر. شو بنعتبره؟ مهارات معينة. أنا مش عامل أبحاث عليها تعرف فسرها يعني، بس أكيد في مهارات إذا بتتابعيها علميا بتلاقي خطوة ورا خطوة بتوصلي لحل. طب معين انت فسر لنا، يعني انت ما استخدمت شيء اللهم الالارم. شو هذه؟ طاقة؟ ادراك؟ تواصل؟ ما هي بطاقة، هي هخلص لكم اياها، هي العاب خفة وخدعة بصرية. وفيها اسرار معينة، بس هو ما في خفة يعني، عيني بعينك ما في شيء، انت عم بتركز على النظر. انا شفت انا جاي معي عالم نفس هسه بيشرح لك عالم النفس عندك ادراك. ولكن هي تندرج كلها تحت العاب الخفة، وما فيها طاقة، ما يا مشاهد ما فيها قرين، لا قرين هتكلم مع قرين والله انا ما حكيت معه ولا قلت له شيء يعني. في عبده موجود معنا. فظيع هذا عبده، مرافقك من الطفولة. هذا عبده هو اللي يجيب لك الكلام من الجماعه والمشايخ وكذا. اوكي. انا ملاحظه انه الادوات جدا بسيطه اللي معك، طفايه، الارم، كوتشينه. حدثنا عن الادوات اللي انت بتستخدمها، قديش ايضا صار فيها تطوير اليوم، يمكن مع تطور التقنيات قديش العمليه اصبح فيها مطلوب منك انه انت ايضا تطور استخدام الادوات وهي بتكون معينه لك. احنا كالعاب الخفه مثل العاب الخفه تتطور مع تطور العلوم اللي موجوده، مع التكنولوجيا اللي موجوده، مع الايفونات والايبادات، فاحنا معاها نخترع الاشياء الجديده في العاب الخفه اللي موجوده. في اشياء تقليديه موجوده، انك انت تطير حد، انك انت تخفي حد الطلعه، فانك تخفي معلم، انك انت تعمل حاجه حاده بنفسك وما يصير لك شيء، هاي اشياء تقليديه. ولكن كمان في تطورات موجوده مع العلوم اللي قاعد تتطور. الناس ملوا من موضوع انك تطلع ارنب من قحفيه، الناس يبون يشوفون انك تطلع قلبك من جسمك وترجعها مره ثانيه. نعم. يبغون الاشياء اللي خلاص هاي الاشياء القديمه استوت وتقليديه، ما نبغى الشيء الجديد. ما يبون البيرث داي تريكس، انك تطلع رابط وتطلع لك عصفوره وتطلع لك سوالف. هاي يبون اشياء تنبهر فيها، يبون اشياء فيها عبده، يبون اشياء فيها طير فيها ناس، يبون اشياء تكون انك تاثر بالحركه، مو انه بس موضوع انبهار فاضي. يعني انا اكون اوكي طلعت لي طير سويت لي ورده والى اخره، حلوه. نعم. جميله، والناس تعودت عليها. نعم. يمكن خلص صارت متعوده. على كل معين هو تطور كبير ولافت انه الناس يتحولوا من وصف من يقوم بمثل هذه الحركات من ساحر الى لاعب خفه يد، ده برضه تطور ايجابي يعني. ونستغل اذا الوقت لحتى نشوف بعض ايضا الخدع اللي راح يعملنا اياها معين. وانا نخلي عبد الحال حاليا ونرجع له شوي بعدين. اوكي. من الاشياء اللي احاول اسويها، ولو في صغاري حاليا في البيت قاعد يشوفونا، هاي اشغال مرتبطه للمتخصصين فلا تقلدونا فيها. عمر بلس 18 بلس 18 بالله بلس 18 وانا ما اعرض اليوم، هي ما هي بدعايه لاي شركه من الشركات، ولكن مريت البقاله وجيت لكم بلب. اباك اخوي طيب تاكد هل ان البلب هذا اصلي، هل انه سواه شو عبده ايش عم بين؟ عبده ما يبغى يفج عنا لا بالضبط اصلي. اللي اباك تسويه، اباك بحط هذا هني. اوكي. اباك ما شاء الله انت رجال قوي، اباك تضربه في الارض وتكسر لي اياها. والله قلت لي قوي ده حقه الواحد يكسرها بايده. لا بلاش تجرح ايدك. شكرا. حمسني يعني الرجل. يلا على الارض.
هذا اصلي والله ما انكسرت لا هتنكسر. شوي. انكسرت؟ ايه شوي. اوبا. اباك تفتح لي اياها تكون معك. اباك تفتح لي اياها وتختار لك مع الاستاذه ميساء اي قطعه من القطع الموجوده زجاجي. شوي دمرتها انت حطمتها. ايه ما قال لي لازم انت قوي. خليها هاي. بعطوني أكبر؟ كم من قطعه. ايه ايه كم من قطعه ولا قطعه واحده؟ اللي يريحك. اوكي. اوكي. معين لا تبلعها. الوالده انا السحور مو بيالكم البيت اليوم. السحر عند الشباب. بجربها معانا؟ طيب لا انا عندي هنا اهو. انا عندي موجود اهو الحمد لله. جميل 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 جميل. طيب دي بالياميش كمان بتجنن. يعني لا رح تبلعهم معين. ايه المي خلينا عمران اعطينا المي. اوه يا طيب. لا جميله هي طعمها. طيبة. طعمها بتجنن اهي. اوه جميله طيب. ما قصرت. تفضلي ميسر. شكرا هي تحلية رمضان. حلاية رمضان. والله ما عارفين نلاقيها من عبده ولا نلاقيها على كل. طبعا معين اتسحر بالقزاز بكره حيصوم ولا حيولع ما معروف. تفضل مكان. يعني معين قديش مؤذية هاي. يعني طبعا مثل ما قلت احنا بننصح ما حدا يجربها ابدا. ما حد يجربها. اكيد. من الاشياء اللي عرفوا عنها المتخصصين في العاب الخفه في الهند. سووا الاشياء اللي هي شويه اخطر في العاب الخفه مثل اكل الزجاج وضرب المسمار والمشي على الزجاج. فكل الاشياء انا اسويها في عروض المختلفه. بعدها في زجاج فانا ببلعهم وانا قاعد اتكلم معاكم. أوكي. فهي نوع من انواع العاب الخفه. يسموها بزار ماجيك. الماجيك شويه المخيف اكثر. اوكي خليه يبلع مزبوط يخلص الازاز. طيب ادخل لكم شيء ثاني. ايه لا طيب. جدا تفضل. نعمل شيء ثاني بهالاثناء ولا ايه؟ نعم أوكي. ايه خلينا نعمل طيب. شيء ثاني. طيب اللي باك تسويه باك تاخذ الكوين هذا. نعم. باك توقع عليه او انك تعلم عليها من الطرفين. تفضل. من الطرفين. اي نعم. هنا عندنا كوتشينه معروفه احنا في العاب الخفه في كورس. وفينا نلعب ماريو على فكره كمان استاذ معين معانا يعني حتى شوي. ممكن ليش لا. هذه عندك كوتشينه بس ناكد للعالم. لا نشوف. اوكي. انه ما في شيء جوا صح. ما في شيء جوا لا ما في شيء. اوكي بنحاول شيء معاكم ونشوف لو انه يصير ولا لا. اخوي طيب. نعم. اذا باك تسوي انت وقعت على الكوين. صحيح. ابغى الكاميرا تاخذ الكوين. الكوين. فينا نعمل زوم ان اكثر. هيو على الطرف الكوين على الطرف. ابغاك تركز عليه. انا بعيد عن الكون وبعيد عن الكوتشينه وكل شيء. ما في شيء رابطني فيها. ابغاك تركز عليه. ابغاك تتخيل معاي ان انت قاعد تدف الكوين. قاعد تحركها منك انت من عيونك. قاعد تدف طاقه صوبها وقاعد تحركها. ركز عليها. ركز عليها. ركز عليها. جربها مرة ثانية. كوين هني. حسب نصعب الموضوع نجيب شيء يكون حاجز بين أي شيء ممكن
على بال المشاهد قاعد يربطني ويربط فيه. الموضوع عندك والتركيز عندك وعبده معاك. ركز معي، ركز على الكوين كأنك قاعد تأثر فيها بطاقة. أنت للكوين، أنت للكوين، أنت قوة خارقة يا طيب. مدهشة جدا. انت دايما بتقول عندك طاقات خارقة. لا انا الان اكتشفت طاقتي الخارقه تاني. ركز فيك يا ميسة حطير. حتحركني لا تطلعني برا القناة. ما شاء الله، يعني فعلا شيء. الدليل بالعمل زي ما بقول، الدليل قالوا له. خلينا بدي اسالك انا معين، شو اول خدعة عملتها بحياتك لما بدأت عملية الخدعة كانت في اول شيء؟ ويا ريتني كنت جايبها معايا، بس المرة الجاية ان شاء الله. كانت الخدعة اللي سوى لي اياها هي جدي. هي ان اخذ درهم اماراتي، وعلى وقتها الدرهم كان كبير، وحطها في ثمه، قص عليه، يعني ضغط عليه ولا انه طلعها وهي مقصوصه نص. فحركها ثواني ولا انها ردت مره ثانيه درهم كامل. اوكي. فهي كانت اول خدعه علمني اياها، وكنت اسويها للصغاريه وكنت اسويها للاهل. أنا في خدعة دائما بطلع عليها باليوتيوب لحد الآن ما فهمتها. هي عبارة عن البورد اللي بيكون فيه صور الساندويتش. ويمكن عم بيعملوها بآسيا أكتر شيء. بيجي انه اللي ايده خفيفه جدا بيطلعها وبصير مكانها فاضي وبتتحول لساندويتش حقيقيه بتقدر تاكلها مباشره. هاي انا ما عم بفهمها صراحه. يعني هاي خدعه جميله لسائل تاكاياما من اليابان. فسواها واشتهر فيها الحال. لاي مدى تجد متعه انت شخصيا وانت تمارس هذا النوع؟ بس لنقول لهم للمشاهدين انه معين اصلا دارس اداره اعمال، يعني ممكن ينضم لCNBC باي لحظه. لا هو بالطريقه بتاع العبد دي، اذا نحن وافقنا او ما وافقنا هو ممكن ينضم، ويرفع لنا الاسهم وينزلها، والناس المتداولين بالسوق ينبسطوا كثير. يا ريت عندي ذا الطاقه، كان انا وانتم اغنياء حقيقي. ولكن هي جدا متعه جدا كبيره عندي، خاصه يوم اشوف رده فعل المشاهد اللي انا قاعد اسوي له. وحلاوه العاب الخفه على السنين اللي مضت. ايام قبل انت تشوفها على المسرح، صحيح. تشوفها على التلفاز، ولكن لما تشوفها قدامك وتشوف قاعد يصير شيء جدا مو معقول قدام عيونك، انت تصدقها. على التلفاز الواحد يقول يا اخي يمكن سواها بالطريقه الفلانيه، يمكن اخفى شيء، يمكن غطاها، يمكن مونتاج، يمكن شو ما يكون. صحيح. ولكن لما تشوفها كلوز اب قدامك وانت جالس الشخص قاعد يسوي لك اياها، وانا اشوف رده فعل المشاهد تكون جدا. قد ايه عم تاخذ وقت للتدريب للاداء تقريبا؟ تدريب. هي تعتمد على الحركه، عن حركه لحركه ثانيه. نعم. ولكن الموضوع تكون فيها تدريب، فيها ممارسه. صح. عشان انك تتقن الحركه هاي يوم تسويها قدام. انا الحقيقه طبعا كنت بديت الحلقه دي بلعبه زي ما كنا بنتذكر في بدايه الحلقه قبل ما ندخل مع المحترفين. بطارسه لو تكرمت تعمل معانا اللعبه، وابراهيم ابو لما ممكن تديني موسيقى زي اللي اعطيتها لمعين بنفس الطريقه، والا ما حقدر اشتغل بنفس الحضور والخطوره. انا عملت لعبه خطيره جدا، ووريت المشاهدين انه في رقم كنت بتذكر انه الرقم 3 افتكر كان صح 3 ديناري، وهو انا كنت شايفه في المونيتور قدامي. طبعا الموسيقى دخلت يا ابراهيم. ما كده حالغي العرض انا. الله ممتاز. فعملت الرقم 3 الحقيقه. انا وينه ال3 مش عم يطلع؟ هو ذاته ما طلع. افشل خفه يد. المهم هو حتى الرقم 3 نفسه انا كنت شايفه في المونيتور قدامي يعني، وعامل فيها ما شايفه، فحبيت يعني اوري انه هي جزء من اسرارك يعني. وانا افشل الحقيقه لاعب خفه. احنا استمتعنا جدا عزيز وغالي، لي الشرف والله. معين بس السعاده ان اكون معك في هذه الحلقه، وانت رجل لطيف وخفيف اليد واللسان وصادق. نعم وصادق، هذه اهم شيء. شكرا لوجودك معين البستكي، استمتعنا بهذه الخيمه، وشكرا لمريعون ايضا المحلل النفسي. مشاهدينا ان شاء الله تكون حلقتنا كانت خفيفه نوعا ما عليكم. والحقيقه الحلقه فيها حاجه برضه غريبه جدا. معين وعون. معين وعون. الله يعين الجميع. تحياتي والفريق العامل في هذه الحلقه. الى اللقاء. الى اللقاء.